السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، والمسلسل اللبناني الاكثر مشاهدة في لبنان والوطن العربي. وتعالوا سريعا نشوف اهم احداث الحلقة الجديدة. بس في البداية خلونا ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان ما ننساش نشترك في القناة ونفعل جرس التنبيهات على الكل، وده طبعا علشان يصلك كل حلقات المسلسل اول باول. ودلوقتي يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. وفي المشهد الأول بنشوف فاي وهي بتجهز العشاء لإخواتها، وبيوصل طلال ورفيف وندى، لكن ورد بتتأخر عن العزومة. وبعد إخوات فاي لما بيوصلوا القصر بتكون عالية في الطريق مع جواد راجعين برضو على القصر. تامر بيشوف أبوه وهو بيضرب أمه، وطبعا ده بيزعله كتير جدا وبيتعصب على أبوه. ولما بيخرج من البيت بيشوف أبوه واقف مع ورد، وفي الوقت ده بيحاول يضربهم بسيارته، لكن ورد بتنقذه في آخر لحظة، وده بيكون سبب تأخيرها على عزومة أختها في القصر. وفي مشهد تاني بنشوف عالية وجواد بيوصلوا على القصر، وعالية طبعا لما بتشوف المنظر ده بتكون متعصبة كتير جدا، وندى بتروح لعالية في الوقت ده وبتضربها بالقلم. وفي الوقت ده بتزعق فيها وبتقول لها انت قاتله. وفي الوقت ده في وطلال بياخدوا ندى على البيت، وبيكونوا متفاجئين من تصرفها ده، وكمان هي ليه عملت كده. لكن باسل وجواد في الوقت ده بيسالوا عاليه ليه ندى قالت عنك ان انت قاتله، وعاليه طبعا بتكون متضايقه ومتعصبه وما بتردش على حد. وفي نفس الوقت رفيف بتفضل تسأل في اختها انت ليه قلتي على عالية كده، لكن فاي بترد عليها وبتقول لها لان ندى اجهضت ابنها الوحيد، وده طبعا كان يوم المحكمة، وكل ده بسبب عالية. وفي بنشوفها في مشهد تاني بترجع على القصر وبتحكي لهم ليه ندى قالت على عالية انها قاتلة، وطبعا السبب معروف ان اختها اجهضت مرتين بسبب عالية. وبنشوف عالية وهي بتقول لفاي ان اختها لازم تسيب البيت حالا، وكمان قبل ده كله لازم تيجي وتعتذر لي بنفسها لان اللي عملته ده غلط كبير جدا في حقي. وفعلا فاي بتروح لاختها وبتطلب منها انها تيجي تعتذر لعالية، وفي النهاية ندى بتقتنع بكلام في وبتيجي فعلا لغاية عالية وبتعتذر لها بنفسها. وطبعا بعد اعتذار ندى عالية الغرور بياخدها وبتقول ان ندى مدام هتيجي تشتغل خدامة عند في خلاص ما فيش مشكلة انها تقعد في القصر. وفي الوقت ده بتوصل ورد وبتسألهم ايه اللي حصل هنا، وطبعا رفيف بتقول لها على كل حاجة حصلت من اولها لاخرها. وتاني يوم عالية بتصحى من النوم فايقة وبتتمشى في القصر، فبتشوف الصدفة في وباسل في غرفة أبوها، وطبعا بتتعصب كتير جدا وبتطلب منهم في الوقت ده انهم يسيبوا الغرفة وما ينفعش يقعدوا في الغرفة دي ابدا، وكمان بتقول لهم ممنوع حد يخش الأوضة دي او حتى يفتح بابها. لكن في كان ليها رأي تاني وبتقول لعالية ان الأوضة دي خلاص بقت اوضتي انا وباسل، ومحدش يقدر يمنعني ان انا اخش الغرفة دي حتى لو كان الحد ده هو انت يا عالية. وطبعا عالية بعد ما بتسمع الكلام ده بتتعصب وبيتجن جنونها وما بتبقاش عارفة تعمل ايه. لكن لغاية هنا وسريعا خلصت أحداث الحلقة. استنونا الحلقة اللي جاية علشان نسرد عليكم أهم التفاصيل لأجمل مسلسل لبناني، مسلسل كريستال. دمتم في رعاية الله وأمنه.